صباح الأنوار، أهلا بيك في الدرس رقم 2 من الافتتاح الاسكتلندي. E4 عادي، E5 عادي، نايت F3 عادي، إذ كأنك بتلعب أسباني، إذ كأنك بتلعب إيطالي. نايت C6 عادي جدا، بيحمي البدأ بتاعه اللي كان متهدد. لو بيشوب B5 أسباني، طبعا حضرتك عارف. لو بيشوب C4 إيطالي، على فكرة بالمناسبة في كورسين إيطالي وأسباني موجودين عندك لو أنت حابب تطلع عليهم. لكن النهاردة D4 على طول، والسكوتش جيم أو الافتتاح الاسكتلندي. احسن حاجه له في كل الاحوال ان هو بياكل البيدق، وبنستعيد بالنايت. في الحلقه اللي فاتت شفنا الشميت فاريشن اللي بيبدا بتطوير النايت للاف 6 وغطيناه. طيب النهارده عايزين نشوف البيشوب للسي 5 وما يعرف باسم التفريع الكلاسيكي. طيب كلاسيكي كلاسيكي بس يعيش. ايه اللي حاصل؟ النايت بتاع المسكين مضغوط عليه بالبيشوب وبالنايت، بينما هو محمي بالوزير فقط. لازم تتصرف مع هذا النايت. عندك مجموعه من الحلول. ممكن تاكل تفريع قائمة محترم، ممكن ترجع تفريع قائمة محترم، أو اللعبة الأكثر شيوعا والأفضل واللي إحنا عايزين نغطيها أو نشتغل عليها، البيشوب. طورنا قطعة ندعم النايت والدنيا جميلة خالص، ما يسيبكش في حالك. يطور وزيره من ناحية، ومن ناحية تانية ضغط ثلاثي على الحصان المسكين. بسيط. سي 3 حمينا الحصان وهو فرحان باللعبة دي. فرحان باللعبة ديت ليه؟ البدء بتاع السي 3 ده خد المكان التطور الطبيعي بتاع النايت عندي، فهو فرحان بهذه القصه. يعني كنت عايز العب نايت سي 3، النايت اودي لي سي 3، كان نفسي مثلا العب نايت سي 3. الراجل حرمني من هذا الامر، هو فرحان بكده. مبسوط كده يا عم؟ يقول لي اه مبسوط. طيب يطور هو كمان النايت بتاعه، اطور البيشوب، يهدد البيشوب. سحبنا البيشوب يا سيدي. وزير وضغط على البدء المسكين، تبيت ولا يهمنا. يفتح للبيشوب التاني، نقله منطقيه جدا، بيحمي قطعه، وانا احمي هذا البدء واقدم له مزيد من الدعم. يبيت. اطور النايت بتاعي، طورت قطع ومزيد من الدعم للبدء بتاع الاي او من المربع الاي 4، لان هو ممكن في وقت من الاوقات زي ما هنشوف في تكمله التفريع ده بيلعب الدي 5. لعب الدي 5 فعلا، يعني ما لحقناش. يعني انت سريع قوي يا اخي. طيب شيل لي بقى الملك بتاعي من هذا الوتر، ما يصحش يبقى في وش البيشوب بتاع الخصم، ونسيبه كده ياكل. استعيد بالبدء، البيشوب تكسر يا عم. اشيل البيشوب بتاعي وفي ضغط على الحصان، الاستاذ يكسر، لازم استعيد طبعا. يحمي هو النايت بتاعه. الرخ بتاعتي اجيبها في هذا الفايل، ممكن يجيب هو الرخ بتاعته في هذا الفايل. وزيري وضغط على البيدق، ممكن تاخد بيدق في هذا الشكل، يجوز لك. لو شال النايت بتاعه وعنده افكار بقى، يعني في ضغط طبعا نسبيا على جناح الملك، تزيح في وش اول البيشوب بتاعه، يستعيد. وزيري يرجع، تكسر يا عم. اكل، يكسر، استعيد. يعني هذه خاتمة درامية، ما احناش محتاجين نمشي في هذا الامر كله، يعني احنا بس ايه، بنتسلى. طيب دي كانت فكرة. تعالى بقى نرجع من البداية. اذا كنا احنا ناقشنا الفكرة الرئيسية اكتر، تعالى ناخد افكار تانية، عشان في افكار تانية. نعيد النقلات بتاعتنا بسرعة عشان لما نوصل للنقلة السابعة بيشوب سي 4. من هنا الدنيا بتتفرح. المرة اللي فاتت لعب لعبة منطقية جدا، طور النايت مهدد البيشوب، سحبنا البيشوب. تعال نشوف فكرة تانية. الراجل عايز يبات على طول في امان الله يعني، وملوش دعوة بالكلام ده. ماشي بقيت انا كمان، هيهمنا. يسحب البيشوب بتاعه عشان خاطر ما يبقاش في اي تاكتكس مني بقى النايت يعمل مغامرات شقية بتاع، يعمل البيشوب بتاعه. مضطر اطور النايت بتاعي بهذا الشكل واصرف نقلتين في تطويره، لان هو على طرف البوردة والسي 3 اتاخد مني، اضطريت العبها. ماشي. الراجل يجيب وزيره وعنده افكار، يعني الضغط على هذا البيضة المسكين. اطور النايت بتاعي، الاستاذ ياكل، استعيد، ياخد بدء مني الحقيقة بمنتهى الرخامة. لما اكسر ممكن ياكل بهذا البدء،
ممكن ياكل بهذا البيدق مش هتفرق، يفتح الرخ مثلا. النايت بتاعي ضغط على هذا البيدق، يحمل البيدق ويضغط على البيشوب. سحبنا البيشوب، النايت يهدد النايت، اهدد البيشوب، اعتذر الكوين، كوين تمشي. ضغط مزدوج على الحصان. يلعب هو لعبة زي جي 6، بيحمي نفسه من اي تاكتكس من البيشوب بتاعي، لا بأس. اكل، ما يستعدش على طول، الاول يشيل وزيره بنقله وقائيه عشان لما اجيب الرخ تمسك العمود ما يبقاش عنده مشاكل. يستمر التفريع بقى، هو سايب لي قطعه بس هيستعيدها بتاعه النايت. اسحب وزيري، يطور البيشوب بتاعه، اسحب البيشوب بتاعي، يرجع وزيره عشان خاطر كان بتاع. طبعا البيشوب بيفضي الصف الخلفي عشان خاطر عايز يستعين بوزيره بقى فيستعيد قطعته. انا برضو مرخم عليه، مصعب عليه الامر شويه، تعمل له مشاكل عشان يتعب في حلها. فكره منطقيه. تاكل، يستعيد البيشوب، الراجل بيحاول يستعيد قطعته، لا بأس. طبعا هنا ما كانش ينفع ياكل عشان خاطر الرخ ربط الدنيا، هيخسر وزيره. سحب وزيره، واخيرا باصص على النايت بتاعي، عايز ياخد النايت. اخد البيشوب، يستعيد، استعيد انا، دنيا جميله خالص. عايز الرخ، ارجل في الصف السابع، افضل مكان الرخ بتاعته تكون في الصف السابع. يستمر التفريع، ولو فتحنا الانجن في هذا الشكل في تفوق وافضليه طفيفه لينا. كلام جميل وكلام محترم. وتعالى نرجع من البدايه عشان نناقش فكره تانية. وتعالى نعيد النقلات بتاعتنا بسرعه لكي نصل الى الرقم 7 بيشوب سي 4. خدنا التبييت، خدنا النايت، خدنا كل الحاجات. تعالى نشوف هذه النقله الثانويه والبي 6. من الجلي دعم البيشوب بتاعه، برافو، ولكن الراجل عايز يفنكت البيشوب تاني ماسك مربعات البيضة. أبيت يفنكت البيشوب فعلا اللي ماسك المربعات البيضة. أسحب النايت، ضغط على البيشوب. يقول لي بسيط، النايت بتاعي هيضغط على البيشوب بتاعك عندك، هاكل البيشوب بتاع سيادتك وأعمل لك إضافة. سعيد أنا بهذا الإضافة. يقول لي لا، ده بدأ قرب من السنتر وأنا اللي سعيد بيه، بس عندك بدأ معزول في الإيه برضه، الحق يقال. أسحب البيشوب بتاعي بقى، يطور البيشوب بتاعه ضغط على الرخ، أهدد الحصان. ينفع ياكل الرخ؟ لا، دي هيخسر فيها خسارة مش قد كده، يعني هيبقى خد مننا رخ صحيح وبيدق، لكن خدنا منه جوز بيشوبس، ولما ترجع للانجن في تفوق 2.4 لسيادتنا. فهذه النقلة لو لعبها يا ريت يعني. امال هو بيلعب ايه؟ بيشيل النايت، وانا بزيح على الوزير بتاعه، يمشي الوزير ويقدم مزيد من الدعم لهذا النايت. اطور النايت بتاعي، والاستاذ ممكن يطور النايت بتاعه بهذا الشكل. وزيري اخرجه، يجيب الرخ في وش البيشوب عندي، لا بأس، وعمود نص مفتوح. اشيل البيشوب بتاعي واعمل بطارية مع الوزير. لو اكل بستعيد، لو اكل بزيح على الوزير الاول، الوزير يمشي، ممكن نكسر وعملنا اضعاف اخر باد، واصبحت يعني هيكل بادئ بتاعه مش قد كده. هيكل بتاعه طبعا افضل، يعني في اضعافات برضه بس افضل. الرخ بتاعتي تطلع، وفي هذا الشكل لنا تفوق طفيف بس موجود برضه. تفريع مش الافضل ولكن موجود، نبقى عرفناه برضه ودرسنا اهم افكار. ماشي تمام. التفريع بتاع النهارده متهيألي اسهل لك تلعب فيه عن التفريع بتاع النايت بتاعه يروح على طول للاف 6. اتمنى تكون استمتعت واستفدت بالحلقه بتاعت النهارده. سبسكرايب لو مهتم تشوف باقي الكورس. اشوفك الحلقه الجايه على خير، وسلام.